السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يلا نعمل مع بعض كنافة بالمانجا. جبت هنا نص كيلو من الكنافة وقطعتها كده قطع صغيرة، ونزلت عليها بنص كوباية من السمنة السايحة. في الوقت ده اكون مشغلة فرن البوتاجاز على درجة حرارة 200، وكل شوية اطلع صينية الكنافة واكسرها بالشوكة لغاية ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. في بولة تانية جبت كده كيس من الكريم شانتيه، وهنزل عليه بربع كوباية من المية الساقعة، وهضربها كده لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه بالشكل ده. ولاحظوا يا جماعة ان انا ما حطيتش على الكنافة سكر بودرة المرة دي، بس لما هتطلع هضيف لها معلقتين من شربات الكنافة. وهنا بضيف على الكريمة بتاعتي علبة من كريمة الخفق اللي هي الكريمة اللباني. عايزة تستغني عنها براحتك، بس بصراحة بتدي طعم كويس جدا للكريمة. ولو عندك معلقة من القشطة كمان هتخلي طعمها روعة. هنا هضرب الكريمة بقى كلها لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنا خلصت كل حاجة، ادي الكريمة بتاعتي، وادي الكنافة بعد ما طلعت واديتها معلقتين من الشربات بتاع الكنافة، وادي المانجا قشرتها وقطعتها قطع صغيرة. جبت هنا طباق بتاعتي، هنا عاملة اطباق صغيرة بحيث ان كل واحد ياخد الطبق بتاعه. حطيت معلقتين من الكريمة عليهم معلقتين من الكنافة بتاعتي بالشكل ده، وهحط كمان طبقة من الكريمة، واحاول ان انا افرد الكريمة بحيث ان هي تغطي الكنافة كلها. وصفة سهلة يا جماعة ومناسبة جدا في الحر اللي احنا فيه ده. اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله باذن الله. اجيب بقى هنا معلقة وافرد الكريمة على الكنافة بالشكل ده ما شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوها باذن الله. يا ريت اللي ما ضغطش لايك يضغط لايك ويشرفني بالاشتراك عشان يوصلكم باذن الله كل جديد. هنا هحط معلقتين برضو من المانجا بحيث ان انا اغطي طبقة الكريمة كلها بالشكل ده. وصفة سهلة وبسيطة جدا، حتى لو جايلك ضيوف ولا حاجة تعمليها هتشرفك جدا قدام ضيوفك. وكده وصفتنا خلصت. اتمنى ان هي تعجبكم وتعملوها باذن الله. ما شاء الله، شايفين طبقات كريمة مع الكنافة مع الكريمة تاني والمانجا.